السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا وفيديو جديد ان شاء الله. وقبل ما نبداو فحال دائما الصلاة والسلام على خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم. اذا كنتي اول مره كتشاهد القناه كنتمنى تشترك معايا وتفعل زر الجرس باش تتوصل بكل جديد ديالي ان شاء الله. وايضا اذا عجبك الفيديو ما تنساش الضغط على الزر ديال الاعجاب باش هكذا تحفزني انني ندير دائما الجديد. المهم اليوم عندي شريط اللي كيكون عند العروسة في توديع العزوبية. خليكم معايا من بعد هذا الانترو ان شاء الله باش تشوفوا جميع التفاصيل وبأدق التفاصيل. ومرحبا بكم معايا من جديد. كما قلت لكم عندي الشريط اللي كيكون عند العروسه في حفل توديع العزوبيه. هانتوما كتشوفوا معايا انا خدمت هاد بريد هذه راني خدمتها وخليتها تبات الليله باش نشفت لي باش كتبان النتيجه خديت الكتابه ديالي من جوجل اولا بينترست اولا من ما بغيتو تجيبوها، وغادي ترسموها على الورقه العاديه. غادي تاخذوا ورقه وغادي تقوموا بالطباعه ديالها يدويا. مثلا هاد الاسم هذا غادي ناخد ورقه بيضاء اللي غادي تقدر تبين لي الاسم وغادي ندوز عليها بقلم رصاص او بستيلو باش ما بغيتو. بريدها انا كيف عملت لها جات صراحه الله جات هائله. هانتوما تشوفوا النتيجه معايا. وديك تو انا فضلت انني نعمل خاتمه عط ما نعمل او، يعني تي وخاتمه باش كتجي ديك تو. وهذا الشيء اللي كاين البنات هذا بابي بيكربون باش به كان نعمل النسخ على الثوب ديالي. كما كتشوفوا جميع المراحل سهله وانا كنشارك معكم غير الافكار، وانتم طبعا غادي تبدعوا فيها كما العاده. نعطيكم افكار وانتم لكم الحريه طبعا في اختيار الالوان، اختيار الاسماء، الاختيار الخطوط وهكذا. المهم انا بالنسبه للطباعه ديال هذا الاسم ديال نجمه وهاد التو هادي فانا وجدت الثوب ديالي وديجا شاركت معكم. طبعا انا غنخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف باستعمال هذا اللصاق هذا او هذا الغرق ديال الغراء عفوا ديال الفاشيون او لا هذا لاباخاريتا. هذا كنقوم بالنقد به على الزيج وايضا على الشموع. وعندي ديك بيبيو اللون الازرق. المهم غنخلي لكم فيديو في صندوق الوصف اولا في الشريط الابيض الفوق. غادي تشوفوا كيفاش غادي نقوم انا بالرسم على هذا الثوب هذا اولا هذا الشريط هذا ديال الحرير. غادي نقوم بالنسخ اولا الكتابه فوق الثوب. غناخذ القلم ديالي وغادي نقوم بالطباعه على الثوب. انا اختاريت اللون الاصفر هذا بيكربون باش اللون الاسود غادي يطلق لي في الثوب ديالي. وانا طبعا بغيت نحتفظ على اللون اولا على الثوب ديالي باش داك اللون الاسود ما يوسخليش الثوب. هذا اللون الاصفر ديال هذا اللي كنطبع به الانسوخ اولا الكركا ولا كل واحد كيفاش كيسميها باش نحافظ على الثوب ديالي انقي. يمكن البنات نتوما راه ما كيبان لكمش مزيان بالكاميرا وانما انا اللي شاده في يدي راه باين ليا مزيان. غيكون كيبان لكم حتى نتوما شي شويه. وصافي كناخذ الصق ديالي لاباخاريتا اللون الذهبي. طبعا انا قلت لكم الالوان لكم الحريه. بديت كنقش على الثوب ديالي كما كتشوفوا معايا. ساهله البنات ماشي شي حاجه صعيبه. انا في الاول حددت الحرف ديالي باللون الذهبي كما بحال هذا الشكل هذا اللي ديجا عملته، وغادي نعمر داك الفراغ باللون الاخضر اللي فيه داك الحبيبات اللامعه. صراحه البنات الكاميرا ما كتعطيش الحق للحاجه، يعني الحاجه ملي كتكون حداكم وكتكونوا شادينها في يدكم وكتشوفوها بالعين المجرده طبعا كتكون يعني واحد النتيجه باينه اكثر وضوح واكثر وضوحا. هادشي اللي كاين. اتلفت في الهضره البنات. المهم ما علينا. انا الخاتمه اولا داك بحال الالماسه غادي نعملها باللون الفضي المنقر. طبعا انا غادي نعمر الفراغ ديالي الاخر باللون الاخضر اللي فيه الحبيبات اللامعه بالاخضر. والراس الخاتمه فانا غادي نعملو باللون الفضي باش غادي تبان بحال خاتمه طبيعيه كما كتشوفوا. هاد اللون الاخضر نهار اللي كيشتف اولا نهار اللي كينشف شفتوا كيفاش كيرجع اللون ديالو كيفيه ديك اللمعه. وهكذا غادي نكمل المراحل اللي باقي لي كما كتشوفوا معايا سهله وبسيطه
ويعني أي وحدة فيكم واخا ما تكونش عندك خبرة، ما تكونش عندك يعني تجربة في هاد الشي هذا، أنك تقدر تستعمل هاد الغراء هذا حيتاش ساهل بحال الستيلو أولا بحال القلم. وأيضا تقدر تكتب فوق الثوب بالأنسوخ أولا بالكركا أولا بالكانفا، كل واحد شنو كيسميها. يعني شي حاجات اللي هما أدوات سهلة بدون خبرة وبدون أي تجربة مسبقة، تقدر تعمل مشاريع صغيرة من البيت ديالك وتبقى تعمل هاد الشي بحال هذا وتبيعوا للبنات اللي محتاجين له. طبعا كما كتشوفوا ها هو اللون الاصفر كيفاش كيبان احسن من الاسود. كما قلت لكم الاسود تجنبوه في الالوان اللي كيكونوا في الثوب فاتحه مثل الابيض الاصفر الوردي. تجنبوا اللون الاسود حيتاش غادي يوسخ لكم الثوب ديالكم. وإذا وصلتي معايا حتى نهار الدقيقة بريك على ديك اللايك اللي كاين لتحت باش تدعمني وتزيد تشجعني أنني نجيب لكم دائما الجديد وبالأدوات بسيطة أو بخامات بسيطة وفي المتناول ديالكم، وعلاش لا تخدموا بها كمشاريع صغيرة من البيت ولو يكون المدخول بسيط البنات فاللهم هكذا ولا والو. كما كتشوفوا غادي نكمل جميع المراحل اللي عندي انا هنايا. ودائما البنات واحد الملاحظه، خاص يكون عندكم شي بابيل اولا شي منديل في يدكم باش اون فوا تحيدوا القلم اللي كتكتبوا به من فوق الثوب غادي تمسحوه عاد وليو كتبوا من جديد، حيتاش كيبقى يخرج شي شويه فردوا البال عنده يوسخ لكم الثوب ديالكم. انا الاسم حددته باللون الذهبي بحال اللي عملت في ديك برايد اوتو، وطبعا الفراغ غادي نعمرو بداك اللون الاخضر اللي فيه داك الحبيبات اللامعه. صراحه البنات في الحقيقه والله العظيم لا كيبان شي حاجه اللي هي رائعه. انا قلت لكم الكاميرا ما كتعطيش الحق من الحاجه، لهذا فيمكن لكم تجربوها هكذا في الحفلات ديالكم او المناسبات ديالكم. تستعملوا نتوما اي كلمه بغيتو او اي جمله نتوما غادي تكون عندكم لائقه للمناسبه اللي نتوما عندكم. غادي نكمل البنات ونرجع لكم ان شاء الله. واحد الحاجه نسيتها البنات ما قلت لكم شي، هي الاثمنه ديال الغراءات اللي كنستخدم انا. غتاخدوهم من عند بائع لوازم الخياطه، غتلقاوهم عندهم سواء بيبيو او لا باخاريتا او لا الفاشيون. فانا كناخدهم ب25 درهم. وطبعا نتوما غادي تشوفوا المكان اللي نتوما فيه يقدر يكون زايد يقدر يكون ناقص. بالنسبه للثمن البيع البنات فغادي نخليكم تشوفوه في الاخر الفيديو نشوفوا النتيجه مع بعضياتنا. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما خليتها ليلة كاملة باش تنشف ليا داك الكتابة وداك الغراء. وزدت واحد اللمسة اللي هي بسيطة ما شاركتش معكم البنات وإنما سهلة طبعا كاملين غتقدروا تعملوها. خديت داك البيرلات أو داك الحجر اللي كيتعدل بالمكوات وحطيته وعملت عليه الزيف ديال حياتي وحددته بالمكوات ديالي حتى لصق ليا على الثوب باش كتجي داك اللمسه ديال اللمعان وديك الشيء كيبرق تما. وزدت واحد الرسمه ديال العروسه لابسه فستان في الاخضر او الزيتي، هانتوما غادي تشوفوها معايا. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بالتعاليق المزيونه ديالكم بحالكم، وايضا الضغط على الزر ديال الاعجاب اذا كنتي باقي ما اشتركتيش معايا في القناه. كنتمنى تشترك وتفعل زر الجرس باش تتوصل بكل جديد ديالي ان شاء الله. بالنسبه للثمن البيع البنات فهذه انا خدمتها ب35 درهم، وطبعا غيبقى الثمن على حسب الادوات اللي دخلت عندكم فيها. وبسلام عليكم.